16 دوله مشاركه، يبقى 16 دوله معترفين ان مصر بلد مستقره تنجح انها تنظم بطوله زي مونديال زي ده. وبالفعل هو فعلا يعني كان في نجاح، وده يعني يشهد به اتحاد الباسكت طبعا على راس الدكتور مجدي ابو فريخه، المهندس محمد عبد المطلب، الاستاذ عمرو مسلحي. بصراحه كان في جروب وتيم عمل قوي جدا، اخرجوا عمل بصراحه مشرف للكره المصريه تنظيميا من 10 على 10 تنظيميا طبعا اكيد. وطبعا دي بتدينا دفع اكتر ان احنا نطالب بتنظيم بطولات دوليه اكتر في مصر ومشاركه. الباسكت طبعا يمكن بدايه في زي ما حضرتك ذكرت تغييرات حصلت بالنسبه للجهاز الفني، يمكن اورينجا ما كانش موفق يمكن شويه. اتحاد الباسكت بيحاول يعيد منظومه الجهاز الفني لان طبعا الفريق الاول محتاج شغل كتير. كابتن عمرو ابو الخير ليه تجاربه سابقه مع المنتخب، ويمكن دخل بيه كاس العالم وحقق بيه اكتر من بطوله. المفترض ان الكابتن عمرو ابو الخير، واحنا يمكن حاليا دلوقتي يمكن الفريق بيستعد للسفر منتخب للمشاركه في دوره الصين. هي دوره وديه لكن ليها هدف. يمكن انا كنت مع الكابتن عمرو ابو الخير قال لي ان الهدف من المشاركه في البطوله دي ان احنا نقف على مستويات اللعيبه، نحاول ان احنا نجهز كيان للفرقه اللي احنا هنخش بيه بقى بطولات بعد كده. هيستعيد هو طبعا اكيد بعض العناصر من فريق الشباب اللي شارك في المونديال، يمكن في اللاعب محمد اسامه، في بيبو، لاعبين ممتازين، في عمرو الالفي، في اكتر من لاعب، وهو طبعا هيضمهم. بس هو يمكن عنده مشكله كابتن عمرو، هو طبعا الوقت صعب جدا في بطوله الافريقيه، يقدر يغير كتير طبعا. كمان في عائق ثاني ان هو اللوائح بتمنع مشاركه اللاعبين اللي هم في دوري الجامعات الامريكي، دول لاعبين مهمين جدا. في بعض اللعيبه المصريين دلوقتي بيلعبوا في الدوري الامريكي الجامعات، مستواهم عالي جدا، لكن اللوائح بتمنعهم. ولكن كابتن عمرو ابو الخير زي ما بنقول هو طبعا مدرب وطني، عارف ازاي ممكن يكون مسيره ويتحمل مسؤوليه منتخب. هو طبعا في بطوله افريقيا دي، بس هو الاول مره ان بطوله الافريقيه يعني ما تؤهلش لكاس العالم. يعني يمكن دي اول مره قررت الاتحاد الدولي ما تؤهلش، ولكن هي بطوله هيجي طبعا بعديها بعد البطوله دي هيبقى في تصفيات بقى مؤهله لكاس العالم. كاس العالم احنا عارفين يعني السنه الجايه ان شاء الله في البطوله الافريقيه في الصين، وفي مجموعات بقى هتتاهل بعد كده. الافريقيه في الصين، لا ده الصين بطوله كاس العالم، بطوله الافريقيه مقسمه ما بين السنغال وما بين تونس. ويمكن كان في الاول محدد لها كونغو، ولكن ظروف اقتصاديه وبعدين حاولوا يلعبوها في انجولا، وبرده كان في انتخابات رئاسيه عندهم، استقر الوضع ان هم هيلعبوا مجموعتين، مجموعه في تونس مجموعه في السنغال. احنا حظنا وقع في مجموعه السنغال اصحاب الارض، ولكن يعني متوقع ان شاء الله يكون في نتيجه طيبه. احنا هيبقى معانا السنغال، هيبقى معانا جنوب افريقيا، هيبقى معانا موزمبيق، هم بياخدوا فريقين من كل مجموعه. اعتقد ان احنا هيكون لينا شرف ان شاء الله باذن الله نوصل للنهائيات باذن الله، ودي تكون دافع يعني باذن الله. حضرتك يعني موجود في موقع سيد البلد، واكيد الناس عايزه تطمن على الاتحاد السنه الجايه، وخاصه بعد كاسونجو ما مشي، فيا ترى جبنا صفقات، يا ترى في طريقنا النهارده كمان قرينا ان مكيده اتغير، او لسه في الصوره اكتر من شخص واكتر من مدرب. بالظبط. الجديد عند حضرتك ايه؟ هو يعني نادي الاتحاد زي ما بيقولوا يعني كيان كبير لا يقل طبعا الاولمبي، الاتحاد الانديه الجماهيريه دي. الاتحاد كل يوم النهارده في احداث جديده. يعني احنا يمكن الفتره الاخيره شهدت بعد انتهاء الموسم الرياضي كان في شروط، يعني المدير الفني حسين مجيد حطها للتعاقد للموسم الجديد. كان في اكتر من جلسه تمت ما بين الدكتور محمود مشالي وما بين مكيده، يعني الطرفين كل واحد حط الحاجات اللي تناسبه. اتفقوا يعني هم ما اتفقوش، يمكن المبلغ المالي اللي كان طالبه مكيده يمكن ما كانش مناسب للاتحاد، ولكن هو الراجل يعني جه في نص السيزون اللي فات يعتبر حقق نتائج كويسه يعني. صحيح. لكن هو المقابل المادي طبعا اكيد كل نادي ليه مورد. ولكن اخر بقى الاحداث ان في جلسه يعني كانت امبارح على ما اعتقد، وهتستكمل بكره بجلسه ثانيه، احتمال ان يوصل لتوافق ما بين مكيده وما بين الاداره وتتقرب الامور. دي اخر الاحداث بقى، يعني خبر جديد تو الساعه دلوقتي. انا قريت ان الكابتن شوقي غريب في الصوره، الكابتن حلمي طولان في الصوره، دي كانت اسماء مطروحه فعلا. ولكن اخر الاحداث ان في مفاوضات عن طريق اشخاص معينه. مستر مكيده يعني نقدر نقول ايه، يعني قرب وجهه نظره شويه من الناحيه الماديه لنادي الاتحاد. ولكن في حاجه مهمه بقى هنا داخل المجلس،
مش كل الراي متفق على عودته. دي مشكله، رغم مشكلة ان في بعيد دلوقتي عن المشكله تقارب الماديه بالظبط كده، لكن في بعض اعضاء المجلس له رؤيه تانية خاصه. ولكن يعني من وجهه نظري الشخصيه ان عشان يبقى في استقرار الموسم اللي جاي، المدير الفني اللي خاض باللعيبه دي وخاض بالفريق ده لازم يكمل. يعني بدل ما انا هجيب، مع احترامي طبعا الكابتن شوقي غريب ده قامه وقيمه، مع احترامي الكابتن حلمي طولون قامه لا، انت وقيمه، بتقول على مبدا انك انت مستقر. انا عارف اللعيبه، عارف البيت بمعنى اصح يعني. فمش هجيب لعيب، مش هجيب مدرب او مدير فني يبتدي لسه في فتره الاعداد يشوف ده ايه وده. ده فيما يخص الجهاز الفني. فيما يخص الصفقات في تعتيم، يعني انا بصراحه انا حضرتك كابتن عادل، ما دمت انت ما اتفقتش مع المدير الفني يبقى صعب تعلن عن صفقات دلوقتي. هو مش اعلان، لان المدير الفني ممكن يقول لك انا مش عايز ده او عايز ده، برضه هنختلف. هو حضرتك مش اعلان، ولكن يعني انا شايف برضه ان في يعني مش عايز اقول تاخير، ولكن المفروض مفترض ان يكون في مجلس دوري 8/9 بالظبط، مفترض يكون في مجلس اداره على الاقل عضو بتاع كوره، عضو بتاع كوره. في الاولمبي كابتن طارق السيد بتاع كوره. صحيح. في الاتحاد لازم يكون حد بتاع كوره ليه رؤيه. بمعنى اصح ايه، انا في اختيارات كتير، لما يجي المدير الفني يختار منهم. صحيح. لكن انا مش هقعد استنى. انت عارف حضرتك النهارده الانديه بتقرصن على اللعيبه. فنتمنى ان شاء الله. وبعدين في احداث هتساعد كمان الفتره اللي جايه. يعني يمكن وزير الشباب مهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه يمكن كان ليه دور كبير جدا في ارض النادي الجديده، ودي كانت ماساه طبعا. الفريق بيتمرن في برج العرب رايح جاي مرتين اجهاد وكده. الاجواء اللي جايه مبشره كويسه، ولكن المفروض المنظومه يبقى فيها يعني شويه تكاتف اكتر يعني. وبعدين كان عندنا مشكله في الاتحاد ان كان في نسبه اعراض كتيره السنه اللي فاتت. يا ترى هتقدر تستمر الاعراض دي ولا هتجيب ناس جديده ولا؟ الجماهير يا كابتن، جماهير الاتحاد جماهير واعيه وجماهير فعلا محبه وعاشقه لناديها جدا. ويمكن ساعات بيبقى ليهم اراء فنيه صائبه يعني. صحيح. يعني مثلا احنا كانوا هم معارضين الاعارات حتى لو كان نجم. يعني احنا عندنا مع احترامي يعني حازم امام ولا خالد قمر ولا ايا كان 3 نجوم من الزمالك ومحمد سالم، اما نيجي نحسب يا كابتن عاصم ايه الانتاج بتاعهم خلال الموسم مع الاتحاد، يعني مقابل الاجر المادي العالي جدا اللي دفعوا، يعني تكبدت خزينه الاتحاد تكبدت مش بتاعك. مفيش حاجه يعني بنجيب يعني زي الشقه القانون الجديد يعني هو نقد ما بعتبروش هجوم، ولكن نقد. انا النهارده ما اجيب حازم امام، ما انا اتعاقد معاه ب 2 مليون جنيه اعاره، هو اعطاني بيهم ايه؟ اما اجي خالد قمر مع احترامي ليهم ولاعيبه كويسين مستواهم عالي، لكن انا ما بتتكلم على النادي ليه موارد معينه. انا اجيب لاعب اطلع ناشئ كويس، مش شرط يكون اسم بارز قوي، لكن فنيا انا مقتنع بيه. صحيح. ونتمنى ان شاء الله ان الاتحاد السنه الجايه هو فنش الاتحاد يعني يعتبر مش جيده، لا يعني كويس وترتيب كويس. نتمنى ان شاء الله يكون ضمن ال5 أو ال4 الكبار في الموسم اللي جاي. كناقد رياضي طبعا اكيد كنت سعيد جدا بالقانون الرياضه لما اتمضى من مجلس النواب، وبالتالي الدوله اعلنت على اجراء الانتخابات يعني قبل ما ينتهي شهر 12 او 11 وهيكون كل الانديه اتمت انتخاباتها. شايف الانتخابات ازاي او اجواء الانتخابات زي في اسكندريه؟ هو طبعا بعد طول الانتظار لقانون الرياضه اخيرا طبعا صدر والدوله اعتمدته رئيس عبد الفتاح السيسي. في يمكن حاجه، يمكن تاخر صدور قانون الرياضه يمكن عطى حظ وافر لجميع مجالس ادارات الانديه، حظ وافر جدا ان هو تعدى المده بتاعته، قعد مده اطول، اكتسب يعني في خبرات كتير طبعا مجالس ادارات خاضت فيها لمصلحه الانديه بتاعتهم. ولكن انا عايز اقول حاجه مهمه جدا. المفترض ان عند اجراء الانتخابات النظام اللي هيتعمل ان كل نادي دلوقتي بيحضر لائحه خاصه بيه، وكل نادي ليه عدد اعضاء جمعيه عموميه مختلف عن الاخر. المتوقع يا كابتن عاصم ان الجمعيات مش هتكتمل. بالتالي يمكن ده محسوب لوزاره الشباب والرياضه المهندس خالد عبد العزيز ان اتعمل حساب الكلام ده من الاول، ولذلك تم وضع لائحه استرشاديه في حاله عدم اكتمال الجمعيه العموميه لاي نادي. في انديه طبعا هتكتمل مفيش مشكله على اللائحه بتاعتها خلاص، لكن النادي اللي مش هتكتمل الجمعيه العموميه بتاعته هيرجع للائحه الاسترشاديه بتاعت الدوله. واعتقد يعني يمكن دي افضل. يعني النهارده برضو ايه، مجلس اداره كل نادي يعني بيحاول يعمل لائحه تناسب الوضع اللي هو فيه. صحيح. ممكن الوضع اللي هو فيه دي ما يبقاش سليم، لكن بصفه عامه الانتخابات لا شوف يا كابتن، هو ما ينفعش مجلس موجود
مدته انتهت هو اللي يضع بالظبط. ما ينفعش. بصفه عامه بقى الانتخابات، انا في ملحوظه عايز اقولها، هي ملحوظه ايجابيه يعني. انا شايف النادي الاولمبي كابتن على مستوى الجمهوريه صحيح اكتر نادي في مهتم جدا بموضوع الانتخابات، والحقيقه الانتخابات في الاولمبي بقت على منافسه. كابتن عاصم هو فعلا في منافسه قويه جدا، خاصه ان رئيس النادي الحالي المهندس النائب طارق السيد هو شخصيه محترمه طبعا، وفي رئيس السابق الاستاذ احمد عفيفي برضه شخصيه محترمه، انضم ليهم قامه برضه كبيره، كابتن ناصر الشاذلي. كابتن ناصر الشاذلي قامه وقيمه كبيره، فكون ان 3 قامات زي دول يدخلوا في منافسه وكل واحد منهم يعلم قيمه الاخر، دي في حد ذاتها قيمه كبيره للنادي الاولمبي. هي اهم ميزه الحقيقه برضو، يمكن انا في الاولمبي متواجد وحضرتك موجود معانا، الميزه ان مفيش تجريح، يعني مفيش حد لا يجرح في حد. الكل يمكن كابتن ناصر الشاذلي حتى الاسماء اللي حضرتك بتقولها دي ما اعلنتش رسمي يعني. لا ما اعلنتش رسمي، هم متوقع ان هم يمكن كابتن وارد ان في بعد كده يبقى في ناس ثانيه يدخلوا كده يعني. يمكن كابتن ناصر الشاذلي كان بيدعو او متبني مصالحه ما بين كابتن طارق السيد والاستاذ احمد عفيفي. هي مش مصالحه، مش خلاف، ولكن ما فيش اسباب خلاف خلاص يعني الامور. واكيد طبعا الثلاثه اكيد اي واحد فيهم هيفوز بالرئاسه، اكيد كل فكره النادي وصالح النادي. النادي الاولمبي نادي عريق ونادي تاريخ، طبعا احنا نتمنى، وحضرتك من ضمن منظومه الكوره نتمنى ان النادي الاولمبي، يعني النادي الاولمبي ده اسم كبير في طبعا نتمنى ما ينفعش يبقى بعيد عن الدوري الممتاز باذن الله ان شاء الله. طيب برضو انديه اسكندريه، وبتكلم على الحته دي بالتحديد، اكيد هيبقى في انديه لها لائحه خاصه، واكيد انديه ترجع للائحه الاستشهاديه بتاعه الدوله طبعا. هل هيبقى في تعارض؟ يعني مثلا نادي من الانديه اكتملت الجمعيه العموميه وحط بند 8 سنوات مثلا، تمام، فبالتالي اصبح ناس ما يدخلوش. اللائحه الاستشهاديه بتاعت الدوله بتقول بند 8 سنوات ملغي مش موجود. فاذا اصبح ناس يدخلوا. هو القرار كان واضح ان لو اكتمل الجمعيه العموميه يبقى النادي خلاص، يبقى هي اعتمدت اللائحه اللي حطها النادي. اللائحه بتقول ايه؟ اللائحه بتقول ما فيش 8 سنوات، يبقى ما فيش 8 سنوات خاصه بالنادي. اي قرار ياخدوه، اي قرار هو خلاص. هي اللائحه الجمعيه العموميه هيتعرض عليه اللائحه. اذا خلاص اكتملت الجمعيه العموميه يبقى الناس موافقه، اعضاء الجمعيه موافقين على اللائحه دي، بالتالي هتتنفذ، يعتبر قراراتها واجبه النفاذ يعني. فيعني احنا نتمنى، يعني هو بطبيعه الحال يا كابتن عاصم كل نادي بيبقى ليه طابع خاص. يعني هقول لحضرتك على حاجه، مثلا نادي سموحه هو مش نادي جماهيري، ولكن ليه طابع خاص. نادي سبورتنج ليه طابع خاص عن سموحه، تمام، وليه فكر معين. تعال نخش على الانديه الجماهيريه، الاولمبي، الاتحاد، فكرهم متقارب، تمام. خلينا نقول ان كره القدم هي العنوان الرئيسي للانديه الجماهيريه. الحاجه الغريبه برضه يا كابتن عادل ان شايف الناس ما بيتكلموش عن انتخابات الاتحاد بصوره كبيره. اقول لحضرتك يمكن نادي الاتحاد يعني مش عايز اقول محسومه في الامور، ولكن تكاد تكون، وفي طبعا بعض الاسماء يعني يمكن الاستاذ محمد مصلحي يمكن لغايه انا اعرف ان لو كان محمد مصلحي دخل غالبا يعني شخصيا بكلم الاستاذ محمد مصلحي وكامل احترامي ليه، وعلى فكره الاستاذ محمد مصلحي يمكن لو اعلن ترشحه رسمي، طبعا كل الاحترام والتقدير للدكتور محمود مشالي، قامه وقيمه كبيره وحاجات كتير اتعملت. هو غالبا نفسه مش هيدخل، هو يمكن صرح بكده يعني. مجرد ما الاستاذ محمد مصلحي يمكن لغايه اللحظه بكلم حضرتك فيها، يمكن انا متواصل معاه، ما اعلنش او لسه بيشوف الرؤيه ايه، ولكن في بقى نقطه انا عايزه يعني في ضغط اقولها واوصلها. في ضغط جماهيري كبير جدا، في ناس بتطالبنا ان هم كاعلاميين ان هم يعني يبقى في حمله جماهيريه تروح تجيب الاستاذ محمد مصلحي بالتزكيه. والدكتور محمود مشالي كل الاحترام ليه، لان اوضح النقطه دي. طبعا دي تحسب له يعني. هو حتى كابتن محمد مصلحي يعني متعاون مع المجلس الموجود في اي صفقه، في اي حاجه النادي بيحتاجها، يعني الامور بالنسبه لهم ما فيش مشكله. هو يمكن دلوقتي نادي الاتحاد زي ما حضرتك قلت الامور هاديه فيه جدا. يمكن شخص يمكن الاستاذ احمد فؤاد يمكن هو بس اللي اعلن ان هو على منصب امين صندوق. يمكن برضو في هنا حته برضو انا عايز اوضحها. الفترة اللي جاية لنادي الاتحاد في أدوات وفي آليات هتبقى موجودة. أيا كان يعني سواء الدكتور محمود مشالي مكمل أو الأستاذ محمد مصلحي هيجي، بالتأكيد
الجروب او التيم اللي هيعمل مع ده او مع ده لازم يعني هيبقى فيه تغيير لازم. لو الاستاذ محمد مسلح اكيد هيبقى فيه تغيير في حاجات كتير. هو يعني حسب وجهه نظري الشخصيه في حاجه واحده اللي هي ممكن يبقى عليها لغط شويه، اللي هو منصب النائب. حضرتك عارف ان منصب النائب ده في نادي الاتحاد كان عليه مشكله السنه اللي فاتت. كابتن عز حسين يمكن تم ايقافه بقرار مجلس اداره، ولكن الراجل بمنتهى برضه الاخلاق تقبل القرار وما فيش اي مشكله. لا طبعا محب جدا لنادي الاتحاد الكابتن عز. ان شاء الله استاذنك في فاصل صغير ونرجع تاني نستكمل حوارنا الممتع مع الكابتن عادل احمد. اهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين مره ثانيه. برحب مع حضراتكم بالكابتن عادل احمد الناقد الرياضي بجريده اللواء الدوليه. كابتن عادل، مصر المقاصه وسموحه يوم الثلاث، واحنا كسكندريين طمعانين ان سموحه يبقى لها دور في احدى البطولتين. خلاص الدوري راح، فاتمنى ان هم يستمروا في الكاس. يعني شايف المباراه ازاي، وخاصه انها مع تاني الدوري وفريق قوي جدا زي مصر المقاصه؟ هو طبعا حضرتك تعلم جيدا ان مباريات الكاس ليها حسابات خاصه، يعني بغض النظر مش زي مباريات الدوري. اولا بس انا عايزين نحيي كابتن ايهاب جلال ونرفع له القبعه. طبعا يعني فرقه بصراحه مش عايز اقول يعني مستوى فني عالي جدا. هو قدر يستغل حاجات في اللعيبه، مواهب مدفونه اخرجها، دليل ان هو كان بينافس على بطوله الدوري وبينافس فريق النادي القرن النادي الاهلي. صحيح. بس خلينا برضه نقول النادي سموحه نادي كبير، نادي كيانه قوي طبعا. يمتلك عدد كبير، مش عايز اقول معظم لاعبي الفريق من النجوم ومن اصحاب الامور الفنيه داخل الملعب والحلول. تمام. يمكن نادي سموحه ما كانش موفق السنه دي في بعض المباريات، يعني بعض المباريات ونتائجها يمكن دي كانت اثرت عليه وبعدته شويه عن المربع. ولكن خلينا نقول ان يمكن نادي سموحه عنده دافع قوي في المباراه ديت، ان طبعا زي ما حضرتك قلت عايز يلحق بطوله برضه. صحيح. يمكن المقاصه اعتمد شويه او الاجواء ما قبل مباراه مواجهه سموحه، ويمكن دي تاتي بنتيجه سلبيه، يعني نفسيا في الناحيه المعنويه للاعبين، ان هو حاسس ان هو وصيف الدوري ادى مباريات كويسه، اتحسب له ان هو هيكون مشارك في البطولات الافريقيه وكده. هو فيمكن مش عايز اقول دي يمكن تهبط شويه من اداء المقاصه امام سموحه. انا شايف ان فريق سموحه لا، يعني يمكن اخر المباريات كان عندهم ظهور جيد جدا. طبعا احنا زي ما حضرتك قلت احنا كسكندريين عايزين سموحه تكسب طبعا يعني. طبعا وبالمناسبه في النقطه دي انا عايز اقول ان الموسم اللي جاي هيبقى فيه 3 انديه سكندريه في الدوري. يعني احنا عندنا سموحه، عندنا الاتحاد، عندنا الرجاء. الرجاء مطروح، انما يعني بنعتبره الى جانب الحرس عموما يعني. فنتمنى ان شاء الله ان اللقاء يخرج يعني بصوره طيبه فنيا مرضيه اولا واخيرا، ونتمنى طبعا فوز لسموحه يعني ان شاء الله. البطوله العربيه واقامه مجموعتين في اسكندريه، شايف ان استاد اسكندريه كمان اصبح تحفه، ويوم الخميس هيفتتح رسمي يعني. الحقيقه يا كابتن انا كنت متواجد امبارح في زياره السيد الوزير المهندس خالد عبد العزيز. يعني مش عايز اقول لحضرتك فعلا بجد يعني فخر للاسكندريه ان هيكون فيها استاد مطور بالطريقه دي. الاستاد تطور عالميا، يعني مش عايز اقول لك اللي اتعمل فيه جهد مشكور جدا جدا، وكل الاحترام للدكتور شريف سعد متواجد مش عايز اقول 24 ساعه. صحيح. احنا طبعا بصفتنا اعلاميين بنتابع الاحداث. استاد اسكندريه حصل فيه تطوير شامل في كل حاجه، بس يمكن الدكتور شريف يمكن برافو عليه ان هو يعني حافظ على التراث المعماري بتاع استاد اسكندريه، اللي حضرتك عارف ده تراث له طبع خاص، تراث ملكي. فالدكتور شريف سعد يمكن جمع ما بين الحاجتين، التطوير الحديث والحفاظ على التراث. الدكتور المهندس خالد عبد العزيز امبارح اشاد بحاجات كتير جدا اتعمل داخل الاستاد. الملعب حاجه تفرح، المركز الاعلامي يعني بصراحه الاسوار خارج الاستاد طبعا هيبقى صوره كامله مشرفه. ان شاء الله الافتتاح هيكون يوم 22. والبطوله العربيه يمكن حدث
مهمه قوي، يمكن هتستقبله بقى الاستاد اسكندريه في الافتتاح. اتمنى ان شاء الله باذن الله اهل اسكندريه ومصر عموما يعني تسعد بالبطوله العربيه وقيمتها، واهل اسكندريه يسعدوا باقامه البطوله في اسكندريه، وطبعا مجموعتين، مجموعه برج العرب ومجموعه في الاستاد. ان شاء الله باذن الله يكون في ظهور مشرف ان شاء الله للبطوله العربيه، واحنا نقدر ان احنا ناكد نجاحنا في تنظيمنا لاي بطوله داخل مصر واسكندريه بالذات يعني. نورتني وشرفتنا يا كابتن علي. الله يخليك كابتن، شرف ليا. اهلا بحضرتك مره ثانيه. أعزائي المشاهدين، كل الشكر والتقدير للزميل والصديق العزيز كابتن عادل أحمد، الناقد الرياضي بجريدة اللواء الدولية. وبرضه بزف لحضراتكم خبر قبل ما ننهي البرنامج، في اتصال تليفوني مع الكابتن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، وطبعا رئيس منطقة اسكندرية لكرة القدم. قال ان الاتحاد الكرة مصمم ومحافظة اسكندرية مصممين على عودة البطولة الصيفية. الدورة الصيفية دايما كان لها تواجد، وكانت دايما بتسبب انتعاشة اقتصادية داخل الاسكندرية. ان شاء الله النصف الاول من شهر 8 هيشهد باذن الله عودة نشاط البطولة الصيفية مرة ثانية، باذن الله يكون فيها خير للاسكندرية عموما وللرياضيين بصفة خاصة. بكده اعزائي المشاهدين نكون وصلنا لنهاية فقرات برنامجكم بين الملاعب. نلتقي باذن الله بكرة مع اسرة جديدة وبين الملاعب. اشكركم والى اللقاء.